السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين هنعمل النهاردة أكلة سمك حلوة قوي قوي، وهقول لكم السمكية دي اسمها ايه وطعمها ايه وكل حاجة هتعرفوها عن السمكية اللي أنا بعملها دي. طيب، أولا السمكية دي اسمها الهمبوكة. الهمبوكة دي انا اول مره كنت بجيبها، يعني جبتها السنه اللي فاتت، ما كنتش اعرفها بصراحه. لقيتها منتشره في السوق وانا بجيب من واحد معين كده السمك بتاعي. انا طبعا من اسكندريه زي ما انتم عارفين، فبحب اجيب السمك بتاعي من الميدان اللي في المنشيه. فانا بتعامل مع واحد معين كده بجيب منه السمك. فكان عنده السمكيه دي، فقلت له دي نوعها ايه؟ قال لي اسمها الهمبوكه، ودي بتقعد يعني بتظهر يعني حوالي شهرين في السنه، يعني مش بتقعد طول السنه موجوده. تمام كده. فقال لي خديها وجربيها وكده. فقلت له لا، انا السمك اللي انا ما اعرفوش يعني ما بجيبوش بصراحه، لان ساعات اسمع ان في سمك بيبقى مسمم فبقلق. ف وساعات اسمع ان في سمك بيبقى فيه سل كده او الشوك صغير، طبعا ده ما ينفعش للاكل خالص. فقال لي انت زبونتي وكده وانا مش هغشك، وخديها وجربيها. كان وقتها بقى السمكية، يعني كان في سمكية عاملة 3 كيلو، سمكية عاملة 2 كيلو. قلت له طب بص هات لي اقل سمكية. قال لي السمكية دي السنة اللي فاتت جبتها كانت قد ايه؟ كانت كيلو. المهم جربتها وطلعت حلوة وطعمها حلو قوي قوي، وهو زي ما قال لي هترجعي تاخدي منها تاني. وفعلا ساعة ما عرفت السمكية دي وانا بجيب منها. بس للأسف هي ما بتقعدش طول السنة، يعني هي بتقعد فترة صغيرة في السنة. يعني من آخر شهر 8 كده بتقعد 9 و10 ولحد نص 10 كمان. تمام كده. طبعًا عايزة أقول لكم أنا لمّا جبتها السنة اللي فاتت أنتم لا تتخيلوا السعر بتاعها كان كام. كان الكيلو ب25 جنيه. وطبعًا أنا لمّا لقيت سعرها كمان رخيص قلقت منها، عشان كده ما كنتش عايزة أجيبها. لولا إن الراجل عارفني فأقنعني بيها وكده وقال لي جربيها وأنا مش هاغشِّك. تمام. المهم السنة دي بقى إيه، طبعًا لمّا عرفت بقى إنها حلوة وكده قُلت لأ لازم أجيب منها. أول ما ييجي شهر 9 كده و10 لازم إيه، أو ألاقيها مالية السوق أنزل أجيب منها. المهم جِبت زي ما أنتم شايفين السمكية دي عاملة كيلو وربع. يعني أنتم ممكن في التصوير تكونوا شايفينها صغيرة، لأ بس هي كبيرة. يعني ما شاء الله. وبعدين عايزة أقول لكم إنها بتبقى كلّها لحم. طيب أنا جِبت الكيلو السنة دي بكام؟ جِبت الكيلو ب60 جنيه. تمام كده. فدي معدية ال60 طبعًا، عشان هي زي ما باقول لكم كيلو وربع. طبعًا مسكتها زي ما أنتم شايفين بقى، نضفتها تنضيف كويس جدًا. وهابتدي بقى إن أنا أقطّعها جِزل. طبعًا تقطّعي بالحجم اللي أنتِ عايزاه بقى، يعني عايزة تقطّعي حجم أكبر من كده، عايزة تقطّعي حجم أقل من كده، يعني التقطيعة دي بتاعتِك أنتِ. وطبعًا أنا بعد ما أقطّعها طبعًا زي ما أنتم شايفين أنا طلّعت كل الحاجات البطن اللي جوّه، الحاجات اللي في البطن، وطلّعت الراس وفتحتها. هابتدي بقى إن أنا أحطها في طبق أهو زي ما أنتم شايفين. وطبعًا هانقعها بقى في إيه، أحط شوية مَيّة على ملح على ليمون، واسيبها بقى شوية كده لحد لمّا تنزّل كل الحاجات اللي جواها بقى، سواء فيها دم أو فيها أي حاجة، لحد ما الاقي اللحم بتاع السمكية كده أبيض ونضيف وزي الفل. وما تبقاش السمكية معايا زفرة وأنا باكلها. يبقى حطينا هنا ملح، حطينا ليمون وشوية مَيّة، وندّيها بقى تقليبة كده ونسيبها مع نفسها شوية بقى كده، وبعد كده نبقى نشطفها ونبتدي إن إحنا نتبّلها. تمام كده حبايبي؟ هنروح بقى إيه ونحضّر التتبيلة بتاعتنا اللي هي بتاعة السمك. طبعًا السمك بتاعنا هاتبّله بإيه، أنا هاقول لكم. طبعًا التوم أساسي في التتبيلة بتاعة السمك. معايا هنا هريسة شطة، يعني أنا مش هاكتّر. ومعايا هنا التوم، أنا بس حاطّاهم على جنب كده لحد لمّا يفُكّوا شوية، بالذات هريسة الشطة عشان كانت في الفريزر. هاحضّر بقى الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي اللي أنا هاعمل بيه السمك. أنا حطّيت هنا شوية من الدقيق، وحطّيت يعني شوية من النشا. وهنحط كمون، والكمون ده أساسي طبعًا للسمك. وهنحط شوية من الملح، ونبتدي نقلّب الكلام ده كلّه على بعضه، اللي هو إيه، الدقيق، النشا، الملح، الكمون، بس فقط لا غير. وهنركنهم كده على جنب، ونبتدي نحضّر التتبيلة بتاعة السمك. طيب هنحط هنا التوم بتاعي. طبعًا التوم مفروم، هرسة الشطة مفرومة، بس عشان هُم لسه متجمدين شوية، فأنا هاحطهم في القطّاعة أو في الكبة دي عشان خاطر إيه، يعني يبقوا كلّهم يندمجوا مع بعضيهم كده ويتفتفتوا، لإن هُم لسه جامدين. وهاحط شوية من الملح، وشوية من الكمون أهو. وهنحط عصرة ليمونة.
يبقى حطينا هنا توم، هريسة شطة، ملح، كمون، عصرة ليمونة، وهنبتدي نضرب الكلام ده كله مع بعضه. عايزة اقول لكم بقى في السمك او في اي اكل انا ما بحبش اكتر التوابل بصراحة، عشان خاطر ما تضيعش طعم الاكل نفسه، لان كتر التوابل دي بتخلي الاكل وانت بتاكليه كانك بتاكلي توابل، ما بتستطعميش بقى اذا كان سمك سواء فراخ سواء لحمة، لا. طيب خلصنا كده التتبيلة بتاعتنا، وزي ما انتوا شايفين اهو الطبق، انا شطفت السمك كويس جدا من الملح والليمون اللي كنت عصراه على السمك. وبعد ما شطفته هبتدي انزل بالتتبيلة بتاعتي اهو في قلب السمك زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهسيبه بقى ايه يتبل كده، يعني حوالي بقى ايه نقول مثلا ايه ربع ساعة او تلت ساعة كده يعني. اهو نحطه بقى على جنب، ونبتدي بقى ايه نقلي السمك بتاعنا. هنا بعد الربع ساعة لما عدت هبتدي اقلي بقى السمك، وهنحط هنا في الدقيق. وبعدين انا محطة هنا زي ما انتوا شايفين طبق فيه مية، هبتدي انزل بالسمك في قلب المية، وبعد كده ارجع ارده او احطه تاني في قلب الدقيق، عشان خاطر يعمل معايا طبقة حلوة كده او كفر حلو. طبعا انت لو حابة تستغني عن الخطوة دي ممكن تستغني عنها. تمام كده، ممكن تحطيه في الدقيق وخلاص وتقليه، مفيش مشكلة. عايزة تعملي الخطوة دي ان انت تحطيه في الدقيق وبعد كده في المية وبعد كده ترجعي تحطيه في الدقيق تاني، برضو مفيش مشكلة. هنبتدي بقى ايه نعمل كام قطعة كده ونحطهم في الدقيق، واحطهم بقى في الطبق. وهنا على ما اخلص الخطوة ديت هكون حاطة الزيت على النار. اول ما يبتدي الزيت يسخن هبتدي بقى ايه انزل فيه السمك بتاعي. يعني انا طبعا مش هقليه كله مره واحده، هقليه على مرتين او على 3 مرات. تمام كده، اظن الموضوع سهل وبسيط جدا. حطوا بقى لايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه. معلش انا اتاخرت كتير عليكم في الفيديوهات، بس وعايزه اقول لكم والله العظيم يعني الواحد اليومين دول مضغوط جدا جدا بسبب دخول المدارس. طبعا انتوا عارفين دخلة المدارس بتبقى عاملة ازاي، وقبل دخول المدارس بقى النزول كل شوية بنجيب فيه طلبات وكده واليونيفورم بتاع الولاد وكلام من دوت. طيب هنا زي ما انتوا شايفين انا حطيت بقى السمك بتاعي في قلب الزيت، وابتدي بقى اقلبه حبة يمين وحبة شمال لحد لما يتحمر من كل الجهات. وطبعا تحطيه بقى من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وتحطيه على سيفه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، لان انا عايزه اقول لك السمكيه القطعه كبيره، فلازم تقلبيها من كل ناحيه عشان تستوي من كل الجهات. وطبعا النار تكون متوسطه ما تكونش عاليه، عشان خاطر السمكيه بتاعتك ما تبقاش نيه من جوه. يبقى اهم حاجه النار تكون متوسطه. تمام كده، بنقلبها بقى من كل ناحيه كده عشان تستوي، لان عايزه اقول لكم ان قطعه السمك كبيره، يعني السمكيه كبيره فالقطعه مليانه، فلازم نقلبها من كل الاتجاهات لحد لما تستوي. طبعا انا هنا وانا كنت بقلي السمك انا شويت، كان لقيت عندي بدنجانتين كده شويتهم وقلت اعمل شويه ايه بابا غنوج كده مع السمك. هنا بصلايه ابتدينا ان احنا نقطعها اهو ونحطها في الحله عشان خاطر هعمل الرز الصياديه. تمام كده، يبقى هنا انا خلصت قليه السمك بتاعي و... وطبعا كنت شويت اهو البدنجان. وهنبتدي نعمل الرز الصياديه. هنحط بقى شويه من الزيت على البصله بتاعتنا الحلوه دي، ونبتدي ناخد الحله بتاعتنا ونروح بيها على البوتاجاز لحد لما البصله تحمر معايا. وانا بحب اغمقها شويه عشان انا جوزي بيحب الرز بتاع السمك يكون غامق شويه بزياده. تمام كده. طيب هنحمر بقى البصلايه ونبتدي ننزل بالميه، واول ما الميه تاخد غلوه نبتدي ننزل ملح بالكمون اهو. وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا، واول ما يتشرب نوطي عليه. وهنا البدنجان بتاعي بقى هبتدي ان انا اقشره كده واشيل القشره من عليه وانضفه كويس جدا. وطبعا البدنجان عشان ما يسمرش منك، يعني اول ما تبتدي ان انت آه، تنضفيه وتطلعي القلب بتاعه كله في الطبق، تنزلي عليه بعصرة ليمونة فورا عشان خاطر ما يغمقش منك. انما لو سبتيه هتلاقيه هيغمق منك من غير عصرة الليمونة. تمام كده حبايبي. طيب انا هخلص هنا تنظيف البدنجان واحطه في الطبق، وبعدين نبتدي نتبل البابا غنوج بتاعتنا. اهو زي ما انتوا شايفين نزلت بالليمون اهو، وابتدي اقلب البدنجان عشان يفضل فاتح زي ما هو اهو.
وأهرسه كده بالشوكة، وطبعًا لو حابة إن أنتِ تحطيه في الكبة، في ناس بتحب تحطه في الكبة وفي ناس بتحب تهرسه بالشوكة، يعني دي حاجة ترجع لِك أنتِ. ولقيت كام حتة كده بقى من القشر واقعين كده، فابتديت إن أنا أطلّعهم. طيب حطيت هنا ملح، وحطيت طبعًا أول حاجة عصرة الليمونة، وابتديت أنزل بشوية من الزيت، تمام كده. طبعًا لو في طحينة هتحطي، ما فيش طحينة ما فيش مشكلة، طبعًا أنتم عارفين إن أنا باعمل الطحينة في البيت. فلقيت عندي شوية طحينة كده، هابتدي بقى إيه إن أنا أحطهم. حطيت هنا شوية من الكمون، وحطيت شوية من التوم، بس ما كتّرتش التوم. ونبتدي ننزل بالطحينة، وزي ما أنتم شايفين بقى الطحينة كانت خلاص هتخلص كده. هابتدي بقى أنا أعمل الطحينة، يعني عايزة أقول لكم باعملها في البيت بتبقى موفّرة وحلوة أوي، 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 بتقعد معايا يعني فترة. هنا خلّصنا السمك وخلّصنا البابا غنوج، وهنبتدي بقى نعمل السلطة بتاعتنا، طبعًا سمك يعني سلطة. طبعًا إيه، أول حاجة هنعملها هننضّف الجرجير، وطبعًا أنا باحب أنضّف الجرجير كويس جدًا، وبعدين باغسله كويس، وبعد ما باغسله بانقعه في شوية مَيّة ونقطة خل أو نقطتين خل كده، واسيبه يعني حوالي 5 دقايق عشان لو في أي حاجة وفي أي ميكروبات تطلع منه. ده كل الخضار باعمله بالطريقة ديّة، أهم حاجة إن أنا أنقعه في شوية خل، مَيّة بخل، تمام كده. هنا بقى زي ما أنتم شايفين طبعًا آآ قطّعت بقى إيه المرّة دي السلطة بتاعتي، فقطّعت الخضار، طلع حلو أوي، أوي، طلعت السلطة زي بتاعة المطاعم بالضبط. وطبعًا سهّلت عليّا بصراحة، لإن الواحد كان بيغيب في عمايل السلطة، نقطّع بقى الجرجير وأقطّع الخيار وأقطّع الطماطم، لأ، فأنا حطيت كلّه بقى في القطّاعة زي ما أنتم شايفين. وطبعًا أنا ما تقِّلتش عليه وأنا باقطّعه عشان خاطر ما يبقاش معايا زي العصير كده، لأ يا دوبك إيه، يعني كام تَكّة كده لحد ما أوصل للتقطيعة اللي أنا عايزاها، فاهمين قصدي يا حبايبي؟ يبقى هنا حطيت بقى الجرجير وحطيت الخيار، وكمان هنقطّع الطماطم بتاعتنا فقطّعت الخضار ديّة. طبعًا عايزة تحطّي أي إضافات تانية بقى، عايزة تحطّي بصل، عايزة تحطّي بنجر بقى، أي حاجة عايزة تحطّيها في السلطة ممكن تحطّيها، أهو زي ما أنتم شايفين بُصّوا التقطيعة عاملة إزاي. يعني ما فرمتش الطماطم جامد. طيب هنا خلاص خلّصنا السلطة، نبتدي نحط عليها بقى الملح وعصرة ليمونة، ونبتدي نحط بقى الأكل بتاعنا في الأطباق. أهو كده خلّصنا السلطة، بُصّوا السلطة شكلها حلو إزاي، أهو. هنحط بقى السلطة بتاعتنا في الأطباق، وهنحط بقى البابا غنوج وطبعًا السمك زي ما أنتم شايفين أهو أنا خلّصته ورصيته في الطبق، وهنا الرز بتاعي كمان كان استوى. بُصّوا السمك عامل إزاي، تحفة. عايزة أقول لكم طعمه حلو أوي، 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 بس أنتم جرّبوه هتلاقوه اليومين دول موجود في السوق بكميات، تمام كده. هاتوه وجرّبوه هيطلع حلو أوي، 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 وهيعجبكم. طب هنا خلّصنا بقى الغدا بتاعنا. عملنا النهارده إيه، عملنا سمك، عملنا بابا غنوج، وعملنا سلطة، وعملنا رز صيادية، وده بقى كان غدانا النهارده. عايزاكم بقى تحطّوا لي لايكات كتير، و واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. عايزة أقول لكم أنا بقى لي فترة ما بانزّلش فيديوهات، السبب إيه أنا ما أعرفش. يعني عايزة أقول لكم أنا معايا فيديوهات على التليفون ومش جاي لي نِفْس إن أنا أنزّل فيديوهات، وده كمان ممكن يرجع لسبب إن المشاهدات واقعة جدًا، جدًا الفترة اللي فاتت. عايزة أقول لكم أنا باتعب جدًا، جدًا في الفيديو، يعني على ما باصوّره وعلى ما بانتجه يعني باتعب جدًا، جدًا. وعايزة أقول لكم كمان إن أنا لمّا باعمل الفيديو أو باعمل الغدا أو الأكل اللي أنا باعمله بياخد معايا وقت في التصوير أكتر لمّا باكون باعمل الحاجة من غير ما باكون باصوّر. عايزاكم تقفوا جنبي بقى وتحطوا لي لايكات كتير وتشيّروا الفيديوهات بتاعتي وتعملوا لها مشاركة كده، وبس. كده بقى نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده وخلّصنا الغدا بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. أشوفكم على خير.